السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم جدا ومفيد فعلا من تطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من تطبيقات في القناة. عندي اقدر افيدك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد واسمه تطبيق زابل موبايل فينانسي. التطبيق ده مساحته 51 ميجا، حمله اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالاموال او الشؤون المالية. تقدر من خلال التطبيق ده بعد ما بتحمله ان انت تحصل على بطاقة فيزا كارت تتعامل بيها في الشراء وفي دفع الفواتير وفي سحب الفلوس. وكمان بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تحصل على قرض ميسر. قرض ميسر آه بيكون سهل ان انت تحصل عليه. بيديهولك على طول. ما بيكونش عليه شروط او فوائد عالية. بتقدر ان انت تاخد القرض ده مثلا عشان لو عايز تشتري عربية، عايز تشتري شقة، عايز تفتح مشروع، ايا كان السبب. بس طبعا لو هتجيب حاجه زي كده لازم برضو بتكون معرفهم، يعني لو هتعمل مشروع مثلا لازم تكون معرفهم وجايب لهم دراسه الجدوى بتاع المشروع. لو هتشتري عربيه بتقدر تعرفهم انت هتجيب العربيه نوعها ايه ومنين وسعرها قد ايه والدخل بتاعك قد ايه الشهري علشان تدفع منه الاقساط طبعا. ولو هتجيب شقه كذلك الامر برضو لازم تكون معرفهم الشقه في المكان الفلاني، بحيث ان هي يعني عشان البنك يكون عارف، او علشان يعني يضمن ان انت اللي هتدفع الفلوس بتاعه القرض، او هتسدد القرض وتدفع الفلوس كل شهر. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. وبس كده، ده يعتبر اصلا شرح التطبيق. بالنسبة للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين رسل في الكومنت. لو شفت ميزة او قبل التطبيق في التحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.